في الفيديو ده هقول لك السبب اللي خلى الإعلام العالمي يسلط الضوء على افتتاح المتحف المصري الكبير واعتبره أهم حدث في العالم. Welcome to the Grand Egyptian Museum. وعشان تعرف ليه العالم كله ركز مع افتتاح المتحف الكبير لازم تركز على كل قطعة آثار موجودة جوه، عشان كل قطعة جوه المتحف هتخليك تسأل ازاي حضارة من آلاف السنين وصلت للدقة دي، وهتخليك تسأل هو اللي عمل حاجة زي دي كان فعلا في الماضي ولا من المستقبل. في البداية وانت داخل المتحف هتلاقي أضخم تمثال في تاريخ الحضارات، رمسيس الثاني الكبير. تمثال عملاق واقف في استقبالك قدام البوابة وانت داخل عشان يقول لك أهلا بيك في الحضارة المصرية، فأهلا بيك من المتحف المصري الكبير. في الفيديو ده هقول لك على أهم التفاصيل اللي لازم تعرفها قبل ما تزور المتحف المصري الكبير، فاحفظ الفيديو عندك لو ناوي تيجي تزوره. وانت بتجيب التذاكر هيكون ده هو المكان الوحيد اللي عايز تقول فيه بأعلى صوت إنك مصري، عشان التذكرة للمصريين ب200 جنيه فقط، أما للأجانب بتوصل لحد 1500 جنيه. لكن نصيحة احجز أونلاين لأن المتحف بيكون زحمة جدا وممكن تروح وتتفاجئ إن مفيش تذاكر وتضطر ترجع من غير ما تدخل. وانت جوه المتحف ممكن تطلع من على السير الكهربائي وبيكون بطيء جدا عشان تتفرج على كل قطع الآثار الموجودة على الدرج، أو ممكن تطلع من على الدرج وتتصور معهم. وبعد كده وانت في طريقك للغرف هتشوف الأهرامات بفيو بانورامي جميل. وبالمناسبة المتحف الجديد قريب جدا من الأهرامات، يعني تقدر تزور المكانين في يوم واحد. ودلوقتي خليني أرجعك تاني لجوه المتحف للقطع اللي فعلا هتخليك تقف قدامها منبهر من التصميم واللون اللي هيخليك تستغرب ازاي ده لسه موجود بنفس الدقة لحد دلوقتي. وكمان انبهارك هيزيد لما تروح غرفة شيخ الآثار توت عنخ آمون. وخليني أقولك إنك مش هتندم لو هتسافر من أي مكان عشان تيجي فقط تزور صالة مقتنيات توت عنخ آمون، ودي تقريبا أكتر غرفة زحمة في المتحف كله. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا ريت لو بتحب الفيديوهات من دي تعمل لي متابعة واستنى الجديد.